ليه بالغالي تشتريه في بيتك؟ هتحضريه بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية وكمان صحية ومغذية. أنا أفكار ميرو ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض العيش التوست بطريقة سهلة وبسيطة وكمان صحية واقتصادية جدا. هنعمله بمكونات في بيتك والمقادير كلها على قد ايدك، هتقوم تجربيه والنتيجة هتكون معاكي مبهرة. بدل ما تشتريه غالي وكمان الكمية مش هتكون كتيرة، النهاردة هتحضريه بطريقة حلوة جدا والطعم هيكون مميز والشكل هيكون مميز جدا زي ما انتوا شايفين. مكونات بسيطة وكمان طريقة تحضير مفيش أسهل من كده. ما شاء الله، والنتيجة مبهرة، ارتفاع خيالي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على حضرة النبي ونشوف مكوناتنا السهلة البسيطة السريعة ايه. اول حاجه كده حبايبي، معايا ربع كوبايه من الميه، بس اهم حاجه تكون دافيه. حطيت عليها معلقه كبيره من السكر وكمان عليها معلقه من الخميرة الفورية ما يعادل 10 جرام. دي الخميرة اللي أنا استخدمتها، بس للأسف الكاميرا كانت فاصلة مني. أنا بحط الخميرة والسكر بس على المية وقلبتهم كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهغطيهم لغاية لما الخميرة والسكر يتفاعلوا كويس مع بعض. وهقول لكم هيبقى شكلهم ازاي لغايه لما الخميره والسكر يتفاعلوا مع بعض. يلا بينا نجهز المكونات اللي هنعجن بيها العجينه بتاعتنا السهله السلسه البسيطه. معاك كوبايه من الزبادي، وينفع تستبدليها بكوبايه من اللبن. ومعايا بيضه واحده بس بدرجه حراره الغرفه لكل صينيه من التوست، او كل قالب من التوست ينفع تستخدمي له بيضه واحده. يعني لو هتكتري الكميات تعملي صينيتين مثلا او 2 قالب، فتستخدمي بيضتين او اكتر حسب ما تحبي. وهنا طبعا عشان البيض حطيت ورقتين من الفانيليا. هنا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن، الطريقة فوق الخيال سهلة جدا. هتجربيها على طول، مش هنشتري التوست تاني من بره عشان الطريقة سهلة جدا. الأجانب طبعا على طول بيخبزوه في البيت، مش بيشتروه أبدا. احنا اللي بنستسهل وبنشتريه من بره. للأسف الدنيا دلوقتي غليت، نشتريه ليه؟ نعمله في البيت على قد ايدينا، وكمان مقادير صحية جدا والخبيز في البيت، وريحة العجن والخبز كده عمار ربنا يعمر بيوتنا. هنا حبايبي بصوا في الوقت ده يلا بينا نجيب الخميرة. كانت اتفعلت هي والسكر، وما شاء الله بص حجمهم اتفعل ازاي وعلي ازاي كده. النتيجة حلوة جدا كده، تقدري تعجني على الخميرة بتاعتك على طول. بصوا كده ما شاء الله، تقريبا ملت الكوباية. حطيت بس معلقة من السكر و10 جرام من الخميرة الفورية على ربع كوباية من المية الدافية. وصلت بالشكل ده كده نعرف ان الخميرة بتاعتنا كويسة ونقدر نعجن عليها. بصوا هنا يا حبيبي طبعا ضفت الخميرة مع الزبادي مع البيضة. وهنا زي ما انتوا شايفين مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا. معايا كوبايتين ونص من الدقيق بس عشان ده مقدار القالب الواحد. هبدأ كده اضيف الدقيق على المكونات السائلة اللي معايا، وبعد كده احط يا حبايبي معلقة كبيرة من الخل. يفضل انك تضيفيها على المواد السائلة، بس للأسف انا نسيتها، والحمد لله الوقت ده كان مناسب جدا. وعلى الدقيق على طول هرش كده نص معلقة من الملح. وبعد كده ابدا اعجن العجينه بتاعتي كويس جدا مع بعض كده واخلطها كويس جدا. هنا بقى الخطوه دي مهمه ولازم تخلي بالك منها. العجن هنا لازم يكون العجينه بتاعتنا معجونه كويس جدا، ما فيهاش اي مسامات خالص، وتكون عجينه ناعمه وما شاء الله تبارك الرحمن وطريه جدا. هنفضل كده نلم كل الدقيق. انا هنا محضره جنبي كوبايه من الميه الدافيه، وينفع تستبدلي كمان الميه بكوبايه من اللبن الدافي. بصوا كده، وهبدأ كده احط المية شوية بشوية. ما شاء الله تبارك الرحمن، بصوا مفيش اسهل من كده. العجينة صغيرة ما خدتش معايا ولا وقت ولا مجهود خالص، زي ما انتوا شايفين وملاحظين بتتلم معايا بكل سهولة. بس اهم حاجة ما خليش فيها دقيق خالص. وكل شوية لو احتاجت مية، طبعا ما هقدرش اقولك هتاخد مية قد ايه عشان الدقيق يختلف نوع عن نوع التاني. انا الدقيق اللي المستخدماه يا حبايبي الدقيق الاهرامات متعدد الاستخدامات. بصوا كده ما شاء الله لميت العجينة كويس جدا. برضو حسيت ان هي محتاجة شوية مية صغيرين. خدت شوية مية كده على كف ايدي، وبعد كده هبدأ اعجن العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه. جبتها على الرخامة كده يا حبايبي، وهبدأ كده افردها كويس واعجن فيها لغاية لما تنعم معايا كويس جدا. بصوا ما شاء الله، هي العجينة انتوا شايفين وملاحظين ان هي ناعمة جدا، بس انا هفضل اعجن فيها. لو ملاحظين ان العجينة كده بتلزق شوية بساط كده في الايد، والنتيجة دي هي المطلوبة. لو حسيت ان العجينة ناشفة معاكي، سيبيها ترتاح دقيقة واحدة وريحي ايدك وارجعي لها تاني. العجينة صغيرة مش هتاخد معانا ولا وقت ولا مجهود، بس احنا عاوزين العجينة تكون ناعمة بالشكل ده. بعد ما عجنتها كويس هبدأ كده افردها، ومعايا معلقة كبيرة من الزبدة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، والخطوة دي مهمة جدا. بصوا ملاحظين كده يا حبايبي بوزع الزبدة كده على العجينة كويس،
وبعد كده هبدأ ألم العجينة معايا. لو ملاحظين كده حبايبي، أول ما أحط الزبدة كده تحسي إن العجينة خلاص اتبهدلت منِّك ومش عارفة تمسكيها، ولا يهمِّك هتفضلي تلمّي في العجينة لغاية لمّا تتلم معاكِ. أنا ما حبيتش أضيّع المقطع ده خالص، وحبيتوا تشوفوه عشان لمّا تضيفي أي مادة دهنية على العجينة في الخطوة ديّة تحسي فعلًا العجينة بتقطّع منِّك، بس بعد كده هترجع تلم تاني وهتكون ناعمة جدًا ما شاء الله تبارك الرحمن. لو ملاحظين العجينة لمِّت كده، هافضل أعجن فيها شوية حلوين لغاية لمّا تلم معايا خالص، خالص وترجع أنعم من الأول كمان. بُصّوا ما شاء الله، ريحتها كانت فوق الممتازة، جميلة، جميلة جدًا، يعني لمّا ضفنا الزبدة ريحة العجينة اختلفت 180 درجة. بُصّوا كده هافضل أعجن في العجينة شوية حلوين لغاية لمّا تنعم معايا خالص، والخطوة دي مهمة جدًا. بُصّوا العجينة ما شاء الله بقت ناعمة إزاي، وفي نفس الوقت طرية وبتلزق شوية بساط، ما ينفعش تكون أطرى من كده، وفي نفس الوقت ما ينفعش تكون العجينة ناشفة، وهاقول لِك ليه دلوقتي. بُصّوا العجينة خلاص اتخلعت من إيدي خالص، ما بقتش تلزق أوي في إيديّا، بس هي العجينة طرية. هاجيب الطبق اللي هابدأ أحط فيه العجينة وتكمل فيها التخمير بتاعها. جبت الطبق ودهنته دهنة بسيطة كده يا حبايبي من الزيت، وهبدأ كده أحط فيه العجينة بتاعتي. بصوا ما شاء الله العجينة صغننة ازاي، جميلة وسهلة وبسيطة جدا. هدهن برضو العجينة كده بمسحة بسيطة جدا من الزيت، وغطي العجينة بفوطة أو بستريتش راب، وأهم حاجة أحطها في مكان مظلم ويكون دافي. المكان المظلم بيساعد على إن الخميرة تتفاعل معانا بسرعة، والمكان الدافي بيساعد برضو إن الخميرة تتفاعل معانا بسرعة وكمان ترتفع بسرعة. أنا بشغل الفرن وأسخنها من فوق وتحت، وبعد كده أطفيها، وبعد كده أحط فيها العجينة وتكون الفرن بتاعتي دافية. وما شاء الله العجينة قعدت نص ساعة وطلعت بالشكل القمر اللي انتوا شايفينه. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. بس اهم حاجة ما تولعيش عليها الفرن، تكون صهد السخونة بس، ما تكونش الفرن شغالة ابدا. وبعد كده هبدأ انزل العجينة بتاعتي. شايفين العجينة ناعمة ازاي؟ لو ملاحظين كده ما شاء الله تبارك الرحمن العجينة في منتهى الجمال. هبدأ كده اعجن العجينة تاني، وابدأ اهبطها كده علشان ما تكونش مختمرة معايا قوي. وبعد كده ابدأ افردها بشكل طولي كده، على الشكل اللي يكون على قد القالب بالظبط، ما تكونش اكبر ولا تكونش اصغر. وهقول لك ليه دلوقتي. انا طبعا قست العجينه على شكل القالب، وشفت القالب بتاعي يعني هاخد الحجم بتاعه قد ايه. وبعد كده هبدا افرد العجينه، افرديها بالمردانه، افرديها بالنشابه، افرديها بايدك، المهم انك تفرديها. انا هنا يا حبايبي فردتها بايديا، وبعد كده هبدا المها. لو ملاحظين كده حبايبي انا بلم العجينه على شكل اسطواني كده، بمط العجينه والمها، بمطها كده شدها لورا وبعد كده المها. الخطوه دي مهمه جدا عشان العجينة ما تبقاش فاضية من جوه، وكمان يكون فيها فراغات. هنا بقى يا حبايبي هقفل عليها كويس جدا. انا عندي العجينة كده عملتها بشكل اسطواني. لو عندك القالب بتاع التوست هيكون تمام جدا. انا مش عندي القالب بتاع الانجليش كيك كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. هجيب كده معلقة صغيرة من الزيت، واجيب الفرشة وادهن الصينية كويس جدا. اهم حاجة الاطراف تكون مدهونة كويس علشان العجينة ما تلزقش فيها. لو ملاحظين العجينة طرية، اول طبعا ما نحط العجينة في القالب هتلزق فيها وتبقى صعبة جدا انتوا بتطلعيها. لكن لو العجينة اتدهنت كويس هتطلع معاكي بكل سهولة بعد التسوية. احط العجينة كده على قد القالب بالظبط زي ما انتم ملاحظين ما شاء الله، يعني كوبايتين ونص على قد القالب. ما شاء الله تبارك الرحمن. هسويها كويس جدا، وبعد كده اغطيها واسيبها نص ساعة تخمر. ايوه نص ساعة لغاية لما الخمر بتاعها كده يعض الصينية. وانا غطيتها بفوطة، وما شاء الله بعد نص ساعة كده بيت بالشكل القمر ده. اهم حاجة ان احنا مسخنين الفرن كويس. اول حاجة 10 دقايق على درجة حرارة 220، وبعد كده نهدي الفرن على 180 درجة. اهم حاجة الفرن تكون هادية عشان تتأكدي ان العجينة بتاعتنا استوت كويس من جوه. ما شاء الله اول ما تاخد اللون كده. واهم حاجة يا حبايبي الفرن تكون على درجة حرارة 180، ما ينفعش ابدا نعلي عليها الفرن تحمر معانا بسرعة من جوه تكون نية. لازم يا حبايبي الفرن في اول 10 دقايق على 220، وبعد كده نهديها على 180. هتاخد معانا من نص ساعة ل35 دقيقة بالظبط، تطلع معانا بالشكل القمر ده. انا دهنت الفرشة بتاعتي دهنة بسيطة من الزبدة، وهديها لمعة كده عشان تديني اللمعة الجميلة بتاعة التوست. بصوا كده ما شاء الله اول ما بردت كده يا حبايبي طلعتها من القالب، وهغطيها واسيبها 3 ساعات اقل حاجة. ما ينفعش ابدا ابدا تقطعي التوست الا بعد 3 ساعات
علشان يطلع معاكي جميل. لو قطعتيه قبل كده هيفرول معاكي ومش هيكون لذيذ خالص. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، مفيش فتحات خالص فيه، هش وجميل، لونه جميل جدا مرتفع تبارك الرحمن، مفيش اجمل ولا اسهل من كده. ريحته وطعمه كان فوق الممتاز، وريحته كانت في الخبز الله اكبر تبارك الرحمن، مفيش اجمل من كده. هتجربوه بالطريقة دي مش هتبطلوه، حلو جدا في البيت مع الجبن طبعا، مع كوباية شاي بلبن، مفيش اسهل من كده، سهل وسريع واقتصادي وفي بيتك وعلى قد ايدك. شايفين الجمال؟ مفيش ولا اسهل ولا اجمل من كده. طريقة تحضير فوق الخيال، سهلة وبسيطة وسريعة جدا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وفكرة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسونيش اهم حاجة باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان، واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. سلام.